السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نشوف الوصفة بتاعتنا النهاردة السريعة دي الجميلة البسيطة اللي هتعجبكم وبالذات هتعجب ولادنا الصغيرين. معايا 2.5 كوباية من المية، حطيت عليهم 3 معالق ونص من السكر، باكو خميرة فورية. طبعا الباكو ده بيعادل مالي معلقة كبيرة، طبعا وزنه 11 جرام، فبيزيد منه حبة صغيرين، فأنا بضيفهم لأنهم مش هيأثروا معايا في أي حاجة. هدوب الخليط بتاعي ده كويس قوي قوي لغاية ما أدوب السكر والخميرة خالص كده، وهبدأ أضيف عليهم نص كوباية من الزيت. تمام. طبعا دي مقادير العيش الفينو الاقتصادي جدا اللي احنا طبعا ان شاء الله الفيديو الجاي هننفذه مع بعض. النهارده هنعمل بيه الميني مولتو او الميني كرواسو، للمدارس، للفطار، لاي وجبه خفيفه كده بين الوجبات. هيبقى معاكي جميل جدا ومش هتبطلي تعمليه ابدا. عندي طبعا هنا انا 4 كوبايات من الدقيق، ضفت 2 منهم، وكمان ضفت واحدة كمان تالتة. هبدأ اقلب وهخلي الكوباية الرابعة على جنب، اذا احتجتها هضيفها، ما احتجتهاش خلاص. طبعا كل دقيق اديني خدت منها شوية، سبت كده نص كوباية. لو انا احتاجته طبعا هضيفه حسب الدقيق بتاعك ما بيقبل سوائل او مش بيقبل. هقلب الدقيق في قلب السوائل كويس قوي لغاية ما يختلط خالص. لقيت العجينة بتاعتي طبعا انا لسه طرية، فضفت نص الكوباية اللي متبقي معايا. طبعا لو انت حافظة مقاديرك وعارفة نوع الدقيق اللي انت بتشتغلي بيه فطبعا هتشتغلي على طول كده. اعجن العجينة كويس اوي لغاية ما المها في ايديا، وعايزة عجينة تكون طرية الى حد ما، يعني طرية ما تكونش ملزقة في ايديا قوي، وبرضو في نفس الوقت ما تكونش تخينة وسميكة. هاخدها كده قدامي واعجنها لمدة 3 دقايق او 4 دقايق عشان ما يكونش فيها اي تكتلات، تبقى سلسة معايا كده وعجينة ناعمة. هسيبها في البولة طبعا تخمر لمدة نص ساعة لغاية ما الاقي البولة طبعا اتملت اهي زي ما انتوا شايفين كده، بقت بالشكل الجميل ده. طلعت منها الهواء. هبدأ طبعا اقسمها، قسمتها لجزئين، وكل جزء هاخده برضو تاني على جزئين، يعني هقسمها الى 4 اجزاء. طبعا فضلا منكم وليس امرا يا حبايبي، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. يلا كده شجعوني بكومنت جميل منكم. فردت العجينة، اول جزء من العجينة كده زي الفطيرة. طبعا مش عايزاه يكون سميك قوي برضو ولا رفيع قوي، السمك بتاعه بيبقى حوالي نص سنتي. بسكينة عندي، وهقسم الفطيرة الى 4 اجزاء كده، وكل جزء هاخده على 5 مثلثات صغيرين زي ما احنا طبعا متعودين على طريقة الكرواسو او المولتو اهو كده. كل جزء قسمته على 5 بالتساوي. ما تستعجليش وكل حاجة هتطلع معاكي زي الفل اهو كده اهو. احشي جبنة بقى، احشي مربى، احشي شوكولاتة، الحاجة اللي متوفرة عندك واللي على قد ايدك طبعا، واللي ايدك قادرة تجيبيها، قادرة تشتريها على قد امكانياتك. احشي الحشوة اللي انت عايزاها. كمان ممكن تعمليها سادة، مفيش اي مشاكل، ممكن تعمليها سادة، بس طبعا انا حاطه لها الحشوه دي طبعا بالنسبه ان احنا طبعا داخلين على موسم مدارس وكده، فلازم بندي ولادنا الحاجات دي تكون محشيه اي حاجه عشان تبقى قيمتها الغذائيه كويسه.
بيبقى شكلها كده صغنن وجميل جدا. طبعا الاطفال بيعشقوا الحاجات الصغيرة دي وبتعجبهم اكتر. طبعا خالص التعازي والمواساة لأهلنا في المغرب. طبعا ربنا يا رب يصبرهم ويلهمهم الصبر والسلوان، ويصبر أسر الضحايا ويشفي كل مصاب يا رب العالمين، ويكفينا ويكفيكم إن شاء الله يا رب شر بلاوي الدنيا والمصايب والكوارث اللي بتحصل دي. كده طبعا الكمية اللي معايا حلوة قوي. ادي اول فطيره بشوف فينا عملت لي كميه قد ايه، ما شاء الله اللهم بارك. يعني حاجه جميله جدا. طبعا يعني العجينه اللي انا عملتها هتديكي كميه مولتو جميله جدا. هترمي معاكي كميه حلوه قوي اهو. طبعا يا جماعة تخيلوا ان انا طبعا لو انتي هتشتري من بره القطعتين من دول بره في الافران والمخابز بيبقوا عاملين 5 جنيه 6 جنيه. طب ليه؟ طب ما انا عندي الدقيق والزيت والسكر وكل حاجة متوفرة عندي في البيت، ما كسلش واقوم اعمل كده شوية حلوين هيوفروا عليكي كتير قوي. صفار بيض كده على معلقة من اللبن، وهدهن وشها عشان تبقى ملمعة كده وتديني لون حلو لما تتخبز في الفرن. كده ما شاء الله. الشكل معايا بقى جميل جدا. هدخلها على درجة حرارة 180 درجة في الرف الوسطاني في فرن البوتاجاز. هشغل عليها الفرن الأول، النار اللي من تحت، وبعدين هبدأ أشغل الشواية عشان تاخد معايا لون من فوق. هي مش هتاخد على الفرن معاكي أكتر من 15 دقيقة أو 20 دقيقة بكتير. شايفين الجمال؟ نارها مظبوطة من فوق ومن تحت ومستوية من جوه. طعمها ما اقولكوش، طعمها جميل جدا وريحتها كانت تجنن. ما تنسوش تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. شايفين طرية وجميلة وهشة جدا، بتدوب معاكي كده، مش هتحسي انك انت اصلا في حاجة في بقك بتاكليها. ولادك هيفرحوا بيها جدا وهيعشقوها جدا جدا وهيطلبوها منك كل يوم. شايفين بقى كده الحلاوة والجمال؟ الحشو معايا اهو من جوه طرية جدا.